أهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. النهاردة حابين نتكلم معاكم عن حد مهم جدا، والراجل ده اسمه أوجست كونت. يمكن فيلسوف من أكتر الفلاسفة المهمين، بأثر بشكل كبير في مجال الفلسفة. لأ، ده كمان يعتبر مؤسس لعلم الاجتماع، وواحد من أوائل الناس اللي قالوا إن العلم هو مفتاح لحل مشاكل المجتمعات. فتعالوا بينا بقى نفهم مين هو أوجست كونت، ازاي بدأت حياته، وايه أهم الأفكار اللي طورها. يلا بينا نبدأ. حياة أوجست كونت، البداية والطريق للفلسفة. نبدأ في الأول كده. مين هو أوجست كونت؟ أوجست اتولد في سنة 1798 في فرنسا، وده كان وقت صعب جدا في تاريخ فرنسا، خصوصا بعد الثورة الفرنسية والاضطرابات اللي حصلت بعدها. في الفترة دي كتير من المفكرين كانوا بيدوروا على طريق جديدة لفهم المجتمع، وكنت كان واحد من الناس دي. كنت دارس في مدرسة بوليتيك، اللي كانت وقتها من أهم مدارس فرنسا. هناك اتعرف على الأفكار العلمية والرياضية، واللي كان ليها تأثير كبير على تفكيره بعد كده. لكن للأسف كنت اتطرد من المدرسة بسبب أفكاره اللي كانت بتعارض النظام القائم في وقتها. لكن ده موقفوش، بالعكس هو بدأ يشغل نفسه بالبحث والدراسة الذاتية. في المرحلة دي كنت اتعرف على فيلسوف تاني اسمه سان سيمون. سان سيمون كان عنده أفكار راديكالية عن إصلاح المجتمع، وكنت اشتغل معاه فترة وكان بيتعلم منه كتير. بس بعد كده بفترة حصل خلاف بينهم، وكنت بدأ يمشي في طريقه الخاص. قانون المراحل الثلاثة، فهم المجتمع عبر الزمن. واحدة من أهم أفكار كونت هي اللي سماها قانون المراحل الثلاثة. الفكرة دي بتقول إن البشرية بتعدي على 3 مراحل في طريقة تفكيرها عبر التاريخ. أول مرحلة اسمها المرحلة اللاهوتية، وفيها الناس كانت بتعتمد على الدين والإله في تفسير كل حاجة حواليها. يعني مثلا لو في زلزال أو كارثة طبيعية، كانوا بيقولوا إن دي إرادة إلهية. تاني مرحلة هي المرحلة الميتافيزيقية. في المرحلة دي الناس بدأوا يبطلوا يعتمدوا على التفسيرات الدينية والإلهية للأشياء، وبدأوا يفكروا بطريقة فلسفية أكتر، بيدوروا على مفاهيم مجردة زي الروح، القوة، الحتمية، الظلم والعدل وغيرها كتير. وأخيرا المرحلة التالتة، واللي كنت كان شايف إنها أهم مرحلة، هي المرحلة العلمية. ودي اللي فيها الناس بدأوا يعتمدوا على العلم والتجارب العملية في تفسير كل الظواهر اللي بتحصل في العالم. كنت كان شايف إن العلم هو الطريقة الوحيدة اللي ممكن من خلالها نفهم العالم والمجتمع اللي حوالينا. 3. الفلسفة الوضعية، العلم هو الحل. المرحلة العلمية دي كانت هي اللي كونت مبدأ بنى عليه أوجست كونت فلسفته، واللي سماها الفلسفة الوضعية أو البوزيتيفية. معنى معنى الفلسفة الوضعية عند كونت هو إننا لازم نسيب ورا ظهرنا كان لازم نسيب ورا ظهرنا الأفكار اللي ملهاش أساس علمي، سواء كان أفكار دينية أو أفكار فلسفية، ونعتمد على الحقائق العلمية اللي نقدر نثبتها بالتجربة والملاحظة. كنت كان شايف إن لكل علم له قواعده وأساسياته، زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء. وعشان كده كان بيعتقد إن علم الاجتماع، اللي هو العلم اللي بيدرس المجتمعات البشرية، لازم هو كمان يبقى له نفس الأساس العلمي ده. ده اللي خلاه يعتبر أول مؤسس لعلم الاجتماع بالطريقة العلمية الحديثة. النظام الاجتماعي والأخلاق، أفكار كونت عن المجتمع المثالي. دلوقتي نيجي لفكرة مهمة جدا يا جماعة عند كونت، وهي فكرة النظام الاجتماعي. كونت كان بيعتقد إن لازم يكون في نظام واضح في المجتمع، وإن العلماء والفلاسفة هم اللي عندهم القدرة إنهم يعملوا النظام ده. هو كان شايف إن الدور بتاعهم مش مجرد ملاحظة للمجتمع، لكن كمان تنظيمه وتحسينه.
كنت كمان كان بيحلم بمستقبل مثالي للبشرية، مستقبل مليان تقدم وعدالة، واللي هيوصلنا له هو العلم. لكن الأهم من ده، هو كان شايف إن لازم يكون في نوع من الأخلاق بين الناس، علشان كده كان عنده فكرة اسمها ديانة الإنسانية. ديانة الإنسانية هي الفكرة دي مش ديانة بالمفهوم التقليدي بتاعنا، يعني مش فيها عبادة أو طقوس، لكن كانت بتركز على أهمية الحب والتعاون بين البشر. يعني البشر لازم يحبوا بعض ويشتغلوا مع بعض علشان يوصلوا للمجتمع المثالي. أوجست كونت وعلاقته بالعلوم التانية، غير كده كنت كان عنده اهتمام كبير بتصنيف العلوم. هو عمل حاجة مهمة جدا، وهي إنه حاول يوضح العلاقة بين العلوم المختلفة، وقال إن كل علم بيتبني على العلم اللي قبله. مثلا الرياضيات هي الأساس للفيزياء، والفيزياء هي الأساس للكيمياء، والكيمياء هي الأساس لعلم الأحياء. وده كله في الآخر بيبني على علم الاجتماع. الفكرة دي كانت جديدة جدا في وقتها، وخلت الناس تفكر في العلوم بطريقة مترابطة أكتر. وده جزء من فكرته عن الوضعية، اللي بتقول إن كل حاجة في العلم والمجتمع مرتبطة ببعض. نهاية حياة أوجست كونت وتأثيره على الفكر الحديث. في آخر حياته كونت مر بأوقات صعبة جدا. في حياته الشخصية ما كانتش مستقرة، وخسر ناس كتير كانوا قريبين منه، لكنه فضل متمسك بأفكاره لحد آخر لحظة. أوجست كونت مات سنة 1857، لكن أفكاره فضلت عايشة ومؤثرة في الفلسفة وعلم الاجتماع لحد النهاردة. دلوقتي بنشوف تأثير كونت في كتير من العلوم الإنسانية والاجتماعية. أفكاره عن العلم والمجتمع كانت الأساس لكتير من التطورات اللي حصلت بعده، سواء في علم الاجتماع أو في الفلسفة. في النهاية وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أوجست كونت الراجل ده صحيح عاش من زمان، لكن أفكاره لسه موجودة وبتأثر فينا لحد دلوقتي. في الآخر لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واكتب لي كومنت قول لي ايه رأيك في الحلقة، واشوفكم في فيديو جديد من الفيلسوف. سلام.